يا اخوات عاملين يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وازاي ترجع اي حساب فيسبوك مسروق او اخترق او اي حاجه من الحاجات دي كلها. طيب اول حاجه بس متنسوش دعم يعني اللايك بتاعك وكومنت كده عشان الفيديو ده ممكن يتقفل بسبب العنوان بتاعه. فقدرنا قلب اخوك كنت شايف ان احنا مبنزلش فيديوهات في دي يعني مبنزلش فيديوهات بقالنا كتير. فضلك الاشتراك بتاعك واكتب كومنت كده رايق زيك اي كلمه عادي بتفرحنا. والله بينا على الفيديو. طب اخواتي دلوقتي انت تحمل التطبيق ده من الوصف، طبعا مفيش اي اختصارات رابط، انت كل اللي عليك هتخش على الوصف، هتدوس على التحميل هتلاقي حامل معاك عادي من ميديا فاير. جميل كده، انا بقدر قاع. انا هحمل التطبيق نبدا نخش عليه، هيبدا يفتح معانا التطبيق بالشكل ده كده. تمام. المهم كل اللي علينا احنا ندوس اشتراك، هيبدا يحولنا على القناه بتاعتنا كده. هتدوس اشتراك وتظبط حالك، وبعد كده هتيجي هتلاقي الصفحه ظهرت معاك بالشكل ده. طب اول حاجه لو الصفحه اللي ظاهره لي دي ما ظهرتلكش هتعمل ايه؟ هتدوس على تفعيل لينك دي، يعني شايف الكلمه دي طبعا لو دوست عليها دلوقتي هيعمل معايا حرق للتطبيق. تمام، زي ما انت شايف كده عمل حرق معاه للتطبيق. فانت لو الصفحه ما ظهرتلكش هتدوس على ايه؟ هتدوس برضو اشتراك برضو وتشترك وكده وتيجي. تمام. لو الصفحه ما ظهرتلكش، لو الصفحه دي ما ظهرتلكش هتدوس على كلمه تفعيل لينك دي زي ما انا قلت لك. تمام. طيب عندك مساعدة بشأن حسابك تم اختراقه. أول حاجة عندك حصول على حصل شخص آخر على صلاحياتي، حصل شخص آخر على صلاحيات الوصول إلى حساب صديقي. أنت بقى شوف حساب صاحبك المخترق ولا حسابك أنت ولا إيه بالظبط. أنا مثلا حسابي، فهدوس على أول حاجة حسابي. أنزل تحت كده بيقول لي يوسفني سماع أن حسابك تعرض للاختراق، هل يمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك؟ نعم، لا يزال يمكنني تسجيل الدخول. لا، انت بقى الحساب بتاعك اخترق بس ينفع تسجل الدخول عليه ولا ما ينفعش اصلا تسجل الدخول؟ هتدوس مثلا، انا هدوس لا يمكنني تسجيل الدخول عليه. هيقول لي هل يمكنك الوصول لرقم الهاتف او العنوان البريد الالكتروني المسجل بالحساب؟ انت بقى تقول له نعم يمكن الوصول، لا يمكن الوصول. يعني إيه؟ هل يمكنني الوصول؟ انا ما ليش امكانيه ان انا اوصل لرقم التليفون بتاعي لان اللي اخترق الحساب غير الباسورد ورقم التليفون والجيميل والحاجات دي كلها. فانا اقول له لا يمكنني الوصول. قال لي سجل الخروج من الحساب الذي تستخدمه حاليا وتفضل بالزيارة إلى الرابط أدنى واتبع عملية. هتبدأ تاخد اللينك ده كده كوبي، بس طبعا كل واحد له لينكه. تمام. أنا هتاخد اللينك كوبي. أنا طبعا التطبيق اللي أنا مرة أخدت اللينك كوبي، لو مرضتش تاخد معاك كود يسطا سكرين، يعني خد سكرين شوت. تمام، وخد اللينك وبعد كده تيجي على جوجل كروم. أول حاجة هتخش على الفيسبوك أو تكتب فيسبوك عامة، تخش تتأكد إن ظهر لك صفحة زي كده أنت مش مسجل حساب هنا. أنا أبدأ أحط اللينك بتاعي، او قال لي الابلاغ عن حساب، اقول له تم اختراق حسابي. انا ادخل مثلا الحاجه بتاعتي. هتدخل يا اسطى اخر بريد الكتروني او اخر رقم تليفون انت فاكره، انت فاهم يعني، اخر حاجه كانت مربوطه بيه بريد الكتروني او رقم تليفون او الحاجات دي كلها. انا ثانيه بس. انا مثلا هعمل كده. معلش طلعني. فهتدوس تسجيل وتصبر. قال لي إذا كنت يعني قلقان بأمان حسابك وكده، يمكن عثرت دخل شخص آخر بدون إذني وجات دوس له أراذل الخيار مناسبا. تساعد في تأمين حسابك وبتاع، بتدوس بدء الاستخدام. طبعا بيقول جرب التحكم من العنوان والحاجات دي كلها. ده حل. تمام. زي ما انت ثانية بس مش عارف ايه القناة. زي ما انت شفت كده بالظبط كده سحب لنا فتح لنا الحساب. اه. تمام. اه، فتح لنا الحساب بالشكل ده كده زي ما انت شايف لحد كده زي الفل أوي. تمام. طيب زي ما انت شفت دلوقتي انت هيبقى عندك طريقين.
بس لازم يا اسطى يكون انت عندك امكانيه للوصول للبريد طبعا انا ما عنديش حساب اصلا، الحساب ده كان رايد معايا، فالحساب ده اصلا كارت التليفون وبتاع، فانت لازم يكون عندك بقى صلاحيه للبريد الالكتروني، وصلاحيه رقم التليفون اللي كان عندك قبل كده، لان هو من خلاله ما يقدر بقى يبعت لك مسج على الحاجات دي، وبعد كده تعرف ترجع الحساب. تمام، كل ده انت تعرف طبعا من الرابط. وبس كده يا اسطى، مع السلامه.